العلاقة مع العميل ما بتنتهيش لما الديل بيخلص. خد بالك في مشكلة عند المطور ده، وبالتالي الترانزاكشن بكره مش هتحصل. خلينا نقول الثروه الحقيقيه في البيزنس ده لاي بروبرتي كونسلتنت هو البورتفوليو العملاء بتاعته. ايه الاخطاء اللي حضرتك شفتها اللي البروكرز دايما بيقعوا فيها اللي بيخلوا العميل يهرب؟ حاجتين لازم اعملهم مع اي حد بيفكر يشتري او حتى بيفكر يبيع. هل ده صح ولا بيعدي حدود العلاقه اللي ما بين البروكر او الكونسلتنت والعميل؟ بص انت سالت سؤال بقى هنا كوني فعلا. بص هي دي فيها حته سنس، يعني انا من مدرسه تانية خالص. انا مش محتاج اقنع، انا محتاج اجذب. براحتنا. طيب. حضرتك وراك حاجه؟ الشخص الناجح اللي بيعرف يبيع كويس قوي في مرحله ما من شغله هيقول لك الف شكر، اروح افتح شركه عين موظفين وانا اخد 80% من ده. احنا اغلبيه الايجنتس عندنا ثلاثينات واربعينات وخمسينات، وعندنا ايجنتس في الستينات. حضرتك شايف انه بنسبه كام في الميه من الشركات المصريه بيفكروا بالطريقه دي؟ 0.